troublée en Algérie ou en plusieurs. رغم أقاويل العدو بأننا خطة رفض، بأننا خارجون عن القانون، بأننا ليست لنا قوانين، فقد أثبتنا للعالم أجمع بأننا دعاة حق. ونقول للأمة العربية، ونقول للشعوب العربية، ونقول للحكومات العربية يبلعوا البترول فقط مدة عام من أجل الشرف العربي. قررنا ابتداء من هذا اليوم باش ناخذ 51% من الشركات الفرنسية. قررنا تأميم الغاز الطبيعي الموجود في الصحراء. وداعا يا هوارب مدين، وداعا يا من علمتنا كيف يموت الإنسان العظيم في صمت ووقار، وكيف يحترق إلى النهاية ليبدد الظلام. هو الحديث عن بومدين يطول ويطول، لأن ارتبطت حياة هذا الرجل بتاريخ الجزائر لفترة طويلة. فالرجل بدأت علاقته بالجزائر من الثورة التحريرية وفي المغرب بالذات على الحدود الجزائرية المغربية لما التحق بالثورة هناك. وأنا أتذكر ما قاله عنه بوصوف الذي كان في ذلك الوقت قائد للمخابرات الجزائرية مخابرات الثورة. قال أن هذا الرجل فيه شيء ما، فيه ذكاء خارق. إنسان مثلا كان بارد هادي جدا، ذكي، عنده ذاكرة خارقة للعادة، يسمع لكن ما يعلق، ولكن عارف وين يروح. Qui m'a dit « Je suis né le 23 août 1932 ». Il m'a expliqué que, bon, il était né de père arabisant et de mère berbère. Et il m'avait dit donc « J'incarne les deux peuples de l'Algérie ». Son vrai nom, c'était Mohamed Boukhar-Rouba. Il est donc né en Algérie dans la région de Guelma, et la région de Guelma, c'est une région qui avait été très éprouvée en 1945 parce qu'il y avait eu une insurrection. في 8 من مايو سنة 1945 وفي غمرة الاحتفالات بالانتصار في الحرب العالمية الثانية، لم يرق لفرنسا الخارجة حديثا من الاحتلال النازي رؤية العلم الجزائري مرفوعا إلى جانب العلم الفرنسي في مدينة سطيف. لم يشفع للجزائريين أنهم شاركوا في صنع هذا الانتصار العسكري، فتعرضوا في ذلك اليوم إلى مجزرة رهيبة ذهب ضحيتها عدد منهم يتراوح بين 15 إلى 20 ألف جزائري حسب الرواية الفرنسية. En 1950, la France qui occupait donc l'Algérie, qui à l'époque donc était considérée comme française, il y avait 3 départements, eh bien la France l'a appelé pour faire son service militaire. Il s'est enfui, il est allé en Tunisie, il a essayé d'entrer à l'université de Tunis, à la Zitouna, et puis il n'a pas réussi, donc de là il est arrivé en Égypte en 1951. وعندما كان محمد بوخروبة طالبا في الأزهر في مصر، كنا آنذاك في بداية الخمسينات، اشتركنا في مظاهرة ضد السفارة الفرنسية لسوء معاملتها للطلاب الجزائريين الذين كانوا طلبة فرنسيين، يعني كنا نحمل الجنسية الفرنسية، فرنسي مسلمان.
هناك أخذت فكرة عن هذا الرجل الصلب. C'est quelqu'un qui a, si je me souviens bien, qui doit avoir 21, 22 ans quand éclate la guerre d'Algérie en 1954. هذه المرحلة كانت صعيبة بزاف، ما كاش قيادة، ما كاش برنامج، ما كاش اتصال، ما كان إمكانيات لا مادية ولا غيرها، ما كان سلاح، ما كان حتى شيء. كانت الجزائر تئن تحت وطأة استعمار استيطاني ألحقها مباشرة بفرنسا، ونجح في تفكيك آخر جهود العمل المسلح المتمثل في المنظمة الخاصة المنبثقة عن حزب الشعب، وكان مكتب المغرب العربي حديث التأسيس حينها بالقاهرة، يشرف على نواة عمل وحدوي ذي بعد سياسي وتنسيقي بين تونس والجزائر والمغرب. وقد نتج عن هذا العمل تأسيس لجنة لتحرير المغرب العربي يشرف عليها الأمير عبد الكريم الخطابي. كانت فكرة عبد الكريم الخطابي لنخلق جيش تحرير المغرب العربي، فخلق مع الدولة المصرية، مع الدولة السورية، مع الدولة العراقية اتفاقات في الأكاديمية العسكرية لهذه البلدان الثلاثة، ودربوا هؤلاء تدريبا آخر. Il va être pris en main ainsi que d'autres jeunes Algériens par l'armée égyptienne qui va les former. Et donc Boumediene a surtout, pendant la guerre d'Algérie, Boumediene a surtout joué un rôle d'une part pour l'approvisionnement en armes de l'insurrection et d'autre part pour la structuration, l'organisation de la Wilaya 5, c'est-à-dire de l'Oranie. النظام تاع جيش التحرير الداخل كان يعني كلوازوني، كل ولاية في حدود الأرضية تاعها حرة، وحتى ولاية ما عندها الحق تتدخل في الولاية المجاورة، وكلهم تابعين قيادة معروفة تاع الخارج. كانت المرحلة الأولى هي أول نوفمبر 54 حتى 20 أوت 56. هذه مرحلة سادها الغموض والإبهام وعدم الرؤية الواضحة في مصير الثورة. المرحلة الثانية من الفاوت 56 حتى 13 ماي 58. 13 مايو 58 طاحت الجمهورية الرابعة وجات الجمهورية الخامسة وجات دستور جديد وجاء رجل جديد. Ce qui se passait en Afrique du Nord depuis 4 ans était une très lourde épreuve. Ce qui se passe en ce moment en Algérie peut conduire à une crise nationale extrêmement grave. لما جاء دوغول الرجل القوي اختار مجموعة من الجنرالات واختارهم بمقاييس يعرفها هو شخصيا فقط كرجل حرب كرجل سياسي، وداروا برنامج باش يقضوا على جيش التحرير. خاضت فرنسا حربا شاملة مستعملة آليتها العسكرية الرهيبة من أجل تدمير المقاومة الجزائرية واستئصالها، ولكن الجزائريين بإمكانياتهم البسيطة وتنظيمهم المتواضع استطاعوا أن يفشلوا هذه الخطة، وسرعان ما أخذت فرنسا تحت حكم ديغول في إحصاء ضحاياها. Un de ses collaborateurs de Gaulle avait fait une liste des chefs militaires algériens et devant le nom de Boumediene avait mis obscur colonel qui ne me semble pas avoir un grand avenir. Et de Gaulle avait barré et avait rajouté je pense exactement le contraire. Et là aussi je le dis parce que de Gaulle m'a montré ce document. وهذا الرجل الذي التحق بالثورة في الحدود المغربية بسرعة ترقى ونال ثقة بوصوف الذي كان رجل قوي في الثورة التحريرية،
احترق وأصبح عقيد، ثم أصبح رئيس أركان جيش التحرير الوطني في غار ديماو بالحدود الجزائرية التونسية. في غار ديماو مختلف التشكيلات نتاع المجاهدين اللي كانوا يتجاهلوا للطرف التونسي وكانوا يجاهدوا، يعني كانوا مشتتين. كيف جاء بومدين نظم الأمور شوية وعمل حاجة منظمة. مطعيم بومدين في 60 وجا لغار ديماو استدعاني وقال لي بلاش من هذه المحاولات نتاع دخول الجزائر وكذا. كان يقول لي نديروا وحدات هنا في الحدود الجزائر التونسية مثل في الحدود الجزائر المغربية، ونديروا فيها لك وحدات ونعطيوك تراس فريق معين وخلاص ما تجي تدخل الجزائر ولا تدخل الجزائر. كان هناك مجموعة من الضباط الجزائريين من شباب الجزائريين الذين ذهبوا إلى مصر وإلى العراق وإلى سوريا وتكونوا هناك وعادوا بتكوين أكاديمي عسكري جيد، إضافة إلى مجموعة من العسكريين الجزائريين الذين كانوا في الجيش الفرنسي والذين فروا وبعضهم كان برتبة ملازم أو ملازم أول، التحقوا بالثورة في الحدود وأبقاهم بومدين هناك واستعملهم لتدريب الوحدات. بومدين كان في ذاك الوقت كان من الشبان اللي التزموا بالالتزام عظيم، الآلاف اللي التزموا في وقت الثورة وتعلموا في مدة قليلة إلى آخره، وكان عنده أخلاق يعني اللي تخليه يتطور بسرعة. لما وصلنا إلى 1962 بومدين أصبح على رأس 20,000 جندي مسلح مدرب وفيالق حقيقية، فيالق بمعنى الكلمة مكونة من كتايب ومن فصائل وغير ذلك. دوغول لما يعني جرب القوة إجباد المشروع السياسي. دفعت المقاومة الجزائرية فرنسا إلى الاعتراف بعدم جدوى القوة في التصدي لتطلعات الشعب التحررية، واضطر ديغول للظهور على الملأ في زيارته إلى الجزائر في 4 يونيو سنة 1958 ليعلن أنه فهم الرسالة. ولئن جاء فهمه لرسالة الثورة الجزائرية متأخرا فقد صدقت توقعاته حول أحد قادتها وهو العقيد هواري بومدين الذي أخذ نجمه في الصعود حينها. On entend beaucoup parler de lui à partir en 1962, à partir du moment où entre la France et le FLN, il y a la signature des accords d'Évian. Et donc les accords d'Évian mettent fin aux opérations militaires entre l'armée française et le FLN et on lance l'idée qu'il va falloir organiser un référendum. Ce qu'il faut comprendre au moment d'Évian, c'est que le camp algérien est divisé entre plusieurs parties. On a les négociateurs d'Évian qui sont en contact avec le GPRA qui est basé à Tunis. Mais d'un autre côté aussi, on a les leaders du FLN qui sont emprisonnés en France. Et enfin, on a l'armée, l'état-major dirigé par هواري بومدين. بومدين أنه هو نفسه في خطاب كان وجه نقد لاتفاقية إيفيان، لأن هذه الاتفاقيات كان فيها شروط كثيرة وكان هناك جوانب سرية لم تعلن إلا فيما بعد. بعضها نعاني منه حتى اليوم، أذكر على سبيل المثال الإشعاعات النووية، تجارب نووية، مناطق ملوثة في الصحراء ومصائب أخرى ما زلنا نعاني وسنعاني في المستقبل. ويجب أن نلاحظ هنا شيء مهم جدا، أنه من ضمن المجموعة التي ناقشت قضية إيفيان وكلهم وطنيون لا جدال في ذلك، لم يكن هناك معرب واحد. ثم
هناك جوانب ثقافية أيضا متعلقة باللغة الفرنسية وغيرها. فهذه الأسباب التي جعلت بومدين لا يوافق أو يتحفظ على اتفاقية إيفيان، ويرى بأنها لم تحقق للجزائريين كل ما كانوا ينتظرون من اتفاقية كهذا. Cette période est marquée au sein du Front de libération nationale par des conflits, une scission véritablement. Et d'un côté, il y a le gouvernement provisoire qui est dirigé par Ben Khedda et qui était à Tunis pendant la guerre. Et de l'autre côté, il y a l'état-major général avec le colonel Khari Boumediene. عندما وصل الصراع إلى طريق مسدود بين أركان الجيش جيش التحرير الوطني والحكومة المؤقتة، قامت مجموعة بومدين باتصالات مع القادة المساجين في فرنسا. ويبدو أن اختيار بومدين في الأول لم يكن بن بلة. في الأول كان بومدين عينه على بوضياف. السي الطيب الوطني محمد بوضياف كنت أناضل معه في نفس الحزب، حزب الثورة الاشتراكية. سمعته يقول أن بومدين قبل الاستقلال كلف عبد العزيز بوتفليقة يتصل بالزعماء آنذاك ويقترح على كل منهم بعد الاستقلال أن يتقدم كي يصبح رئيس للجزائر. قلت له حتى نصل إلى الاستقلال هذه القضية لا تطرح ولا تناقش. بوضياف من دعاة أولوية السياسي على العسكري، وبالتالي فإنه رفض على أساس أنهم هؤلاء عسكر. وهي في الحقيقة حتى بوضياف لم يكن مصيبا، لأن هؤلاء العسكر ليس خريجي أكاديميات، هم مناضلين تحولوا إلى العمل المسلح. في مؤتمر طرابلس Ce qui se passe à la rencontre de Tripoli en juin 1962, c'est que tous les acteurs du jeu sont en train d'essayer d'affirmer leur positionnement. Ben Bella essaie de profiter de cette réunion pour s'affirmer à son tour, en affirmant ses propres principes. C'est là qu'on voit apparaître un discours qui est politiquement assez complexe, qui est un mélange d'affirmations socialistes, d'affirmations de l'arabité, d'affirmations de référence à l'islam, et en même temps un GPRA qui se défend contre cette tentative de prise de pouvoir par Ben Bella. Et donc la réunion de Tripoli se termine en queue de poisson, avec une vraie division des forces et sans affirmation de l'unité. La position de Boumediene à Tripoli, et comme elle l'a été dans les mois précédents, elle est très discrète. يقال أنه تم الاتفاق بينه وبين بن بلة على أساس أنهم لما يدخلوا للجزائر هو يدعم بن بلة ويصبح بن بلة رئيس. الحركة الثورية الجزائرية صنعنا نموذج جديد ثوري باش يقدر الشعب الجزائري يحارب الدولة الفرنسوية لمدة 8 سنين حتى النصر. بومدين كان رمز من هذا الأمور، كانوا الشبان كما بومدين كثيرين موجودين. وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر، فاشهدوا. التصور نتاعنا في تونس اللي باش يتولاو زمام الامور بعد الاستقلال هو مجموعه الحكومه المؤقته، لكن تبين في الواقع لكونه الحكومه المؤقته يعني ما عندهاش سلطه كافيه
في الجزائر، وكانت السلطة الحقيقية للولايات في الداخل، ومن ناحية أخرى لقوة القوات العسكرية اللي كانت متجمرة في غردماو وفي وجدة تحت قيادة بومدين. وقع الخلاف المشهور بداية حرب أهلية ما بين جماعة تلمسان وجماعة تزيوزو. كانت أزمة ولايات، يعني أزمة لا بريز دو بوفوار كما نقولوا، أو بما يسمى حرب الولايات. À cette époque-là se crée une alliance, Ben Bella, Boumediene, et ils vont former, comme ils se regroupent à Tlemcen d'abord, ils vont former ce qu'on appelle le groupe de Tlemcen. Les combattants de l'intérieur luttent militairement contre l'état-major général et l'armée des frontières au nom d'un pouvoir qui aurait la légitimité maquisarde, la légitimité des combattants de l'intérieur. ما هو الصراع بالمعنى يعني الفكري أو الديولوجي أو السياسي. الصراع اللي كان هو صراع نقدر نقولوا صراع عادي نتاع مرحلة معينة، بعدها بالشهر والله كان توقيف يعني القتال ما بين الإخوة الأعداء إذا كان صح التعبير. C'est créé comme ça une situation où peu à peu le pouvoir politique a glissé aux mains de Ben Bella et Boumediene en 1962. أنا نعتبر الوحدة اللي وقعت ما بين بن بلة وبومدين كانت حاجة عظيمة في الواقع. بين 1962 إلى 1965 كان بن بلة رئيس للجمهورية، بومدين وزير الدفاع. في هذه الفترة بدأ فعلا في بناء أو وضع أسس جيش تقليدي، جيش عصري، جيش فيه إطارات كفءة. لا يمكن لأحد أن ينكر أن بومدين هو الذي كون من مجموعات مسلحة ضد الاستعمار الفرنسي جيشا عصريا. فهمه الأول أو المرحلة الأولى من بناء الذي قام به بومدين هو الجيش، لأنها هي القوة الوحيدة المنظمة التي تستطيع بالانضباط وبالتنظيم الجيد أن تكون سندا حقيقيا لبناء الدولة. رغم صغر سنه وزن بومدين في صيرورة تكون الدولة الجزائرية أكثر من ربما من طورين الكبار. فبومدين هو أب وهو الذي خلق ما يسمى اليوم الجيش الوطني الشعبي. هنا نقطة قد تكون واحدة من سلبيات هواري بومدين، وهذه حولها نقاش كبير الآن في الجزائر، هو أن بومدين لما دخل الجزائر وأصبح وزير الدفاع اعتمد بشكل ظاهر على مجموعة من الضباط الذين جاءوا من الجيش الفرنسي. شفتوا وانتقدته، يعني قلت له انت تجيب في هذو يعني وخطر على الجزائر، يعني قلت له عندهم خطة معينة هذا باش يعني يوصلوا للحكم، يعني يصعب من هذاك الوقت يعني باش واحد يتخلص منهم، يعني قاعدين يورطوا الجزائر يعني والثورات وقع فيها انحراف ولا كذا، فهي لا نعتبر كذا هذه مشكلة. فوقع خلاف بينهم في الجانب هذا، ولكن باقي محيط بهؤلاء هذا. درك إذا نكونوا قاسيين مع الضباط الذين التحقوا بجيش التحرير، إذا عندنا أدلة أن هذا الالتحاق لم يكن نتيجة ضمير وإنما مكلفين بمهمة، فلا بد أن يحاكموا ولا بد أن تمحى أسماءهم من قائمة المجاهدين. إذا ما عندكش أدلة، الإنصاف يقتضي ألا تكل بمكيالين. وقع في اجتماع في دار الحلفاية، يعني حضرت له أنا مع 14 ضباط هذو، كانوا يعني عندهم حتى مسؤولية على الإطلاق في 59
نبحثوا. كنا احنا 4 ضباط من جيش التحرير الوطني، أنا وعبد الرزاق بوحارة ومزرحي وحسين بن المعلم كان جنرال متقاعد الآن، وكمال ورسي يعني واحنا شفناهم وتكلمنا معهم، قال سليمان وفمان اللي كان يتكلم اسمهم، قال احنا يعني جينا باش نسيروا الجيش بعد الاستقلال، وهما مازالوا ما عندهم حتى مسؤوليه. هنا في مؤتمر جبهة التحرير الوطني في 1964 كان هناك نقد لبومدين لاعتماده على هذه الفئة، وكان من المجاهدين من طالب بومدين بإبعاد هؤلاء. العقيد محمد شعباني قائد الولاية السادسة كان من أشد هؤلاء المنتقدين وفق ما ذكره العقيد الطاهر الزبيري في مذكراته. واستغل شعباني هذا المؤتمر لتوجيه نقد لاذع ومبطن لبومدين عندما هاجم تغلغل الضباط الفارين من الجيش الفرنسي داخل هياكل الجيش، وطالب بتنحية هؤلاء من المناصب الحساسة. وكان رد بومدين أنه قال أنا أفضل الاعتماد على ضباط جزائريين حتى ولو كانوا في الجهة الأخرى، لكنهم التحقوا بالثورة في السنوات الأخيرة، على أن أعتمد على ضباط من أجانب لبناء الجيش الوطني الشعبي. هذا الموقف الجريء جعل شعباني في مواجهة مباشرة مع ضباط يزداد نفوذهم في الجيش والدولة كل يوم. العقيد شعباني كان مثقف وكان متعلم باللغة العربية، لعل هنا النقطة الأولى، أنه متعلم باللغة العربية بينما الآخرين مكونين باللغة الفرنسية ومدافعين عن اللغة الفرنسية، وظلوا يدافعون عن اللغة الفرنسية حتى السنوات الأخيرة، حتى ذهابهم نهائيا من الجيش. والعقيد شعباني بدأ في تجنيد الشباب الجزائريين وإدخالهم للجيش وتكوينهم باللغة العربية، وبدأ يضع أسس تكوين باللغة العربية. في ذلك الوقت فرنسا لم تكن لترضى بهذا. Oui, c'est vrai que Cha'bani avait une position et un discours sur ce qui se passe à l'intérieur de l'armée. Et son positionnement était un positionnement qui contestait l'arrivée de gens qu'il considérait comme des gens nouveaux, issus des rangs de l'armée française, déserteurs de l'armée française, ayant finalement rallié tardivement l'ALN et dont il conteste le pouvoir à l'intérieur de l'armée. C'est le cas par exemple de quelqu'un comme Khaled Nazar qui fait partie avec d'autres éminents officiers de l'armée de libération nationale devenue armée nationale populaire. Ils contestent leur rôle à l'intérieur de l'armée. هذا الرجل لم يقبل أن يرضخ لأوامر تأتيه من الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وكان على رأسها الشاب الذي جاء من الجيش الفرنسي. إذن تمرد نوعا ما على بعثنا بن بلة باش نشوفوه باش يرجع، ورحنا بايتين معاه في بسكرة. ذكرته أنا ب 62 كي تلاقينا، قلت له هذاك الوقت ما كاش حكومة، ما كاش قيادة، ما كاش دستور. الآن فيه الدستور وفيه حكومة وانت عضو في المكتب السياسي، أرواح حط المشاكل تاعك واش عندك وإحنا معك. رفض. ومن هنا بدأت الصراعات وبدأت الاختلافات، هي كلها مذكورة في الكتاب، كتاب العقيد طاهر الزبيري، ووصل الأمر إلى محاكمة الرجل. ومشى داروا محكمة سورية كذا، وبن بالله كان في رايو هذاك الوقت لابد يعطيه مثال لا ريغور لا ديسيبلين كذا الى اخره. هذه هي قضيه، ولكن الشيء الاكيد لو بومدين رفض كان ما يموتش عليه. لكن المسؤوليه تحمل للرئيس، رئيس الجمهوريه، وليس لوزير الدفاع، لانه ليس هو من كانت في يده صلاحيه الغاء او تاجيل تنفيذ الاعدام. Boumediene avait un point de vue militaire très, très développé. Il voulait toujours avoir une armée puissante. Il est arrivé. Il est vrai aussi que
Ben Bella n'aurait jamais été président de la République s'il n'y avait pas eu Boumediene derrière, puisqu'il avait les forces armées. تحقق حلم بومدين في بناء جيش قوي، ولكن على المستوى السياسي ظل الإنجاز الذي عهد به لحليفه بن بلة في تلك الفترة محل تساؤل. بن بلة لما جاء إلى الحكم في 62 لم يكن مهيئ للحكم، وكان مبهور بالنموذج الشيوعي، حتى لباسه كان يلبس الكول ماو على الطريقة الماوية وشعبوي، وفي خطابات حتى الاشتراكية في ذهنه كانت ترى أنه يجعل الناس كلهم فقراء وليس كل الناس أغنياء. بن بلة طبعا عنده ميول آخر، يعني نوع من حرية، أكثر حرية في التنظيم، لكن المضاد الشيء هذا الكل هو الحكم الشخصي. Pour beaucoup à l'intérieur, il est vraiment le représentant et le visage de la révolution algérienne et de la révolution socialiste, bien que il ait pris le pouvoir d'une façon qui soit par certains contestée en 1962. حتى الميديا الأجنبية كلها ركزت على رجعت بن بلة هو يعني القائد الحقيقي للثورة، وهذا غير صحيح يعني في الواقع. C'est cette popularité-là qui est progressivement de plus en plus inacceptable pour l'armée et à sa tête pour Boumediene. كانت الأوضاع السياسية رديئة جدا في الجزائر، صراعات في رأس السلطة، صراعات كبيرة وكادت تؤدي بالاستقلال إلى الانهيار، إضافة إلى أن بعض الثوار، بعض رجالات الثورة رفعوا السلاح ضد السلطة لأنهم لم يكونوا راضين على الأوضاع في ذلك الوقت. من بيناتهم أيت أحمد رفع السلاح وأنشأ قوة في منطقة القبائل. Aït Ahmed fait un autre choix à partir de 1963, qui est le choix de reprendre le maquis contre le régime qui vient de se mettre en place. C'est un choix évidemment qui est radical, qui est très dur pour les populations de la région de Kabylie qui est concernée par les maquis de son futur parti, le FFS. Et c'est un choix que d'autres mouvements d'opposition contestent. En expliquant qu'il prend un risque majeur qui est le risque de la division du pays et qui est le risque de replonger le pays dans une forme de guerre civile. بدأت مؤشرات انفراط تحالف بن بلة بومدين في الظهور منذ الأشهر الأولى بعد الاستقلال، إذ لم يكن بومدين ينظر بعين الرضا إلى سياسة بن بلة الذي لم يكن يستشيره في العديد من القرارات السياسية، بدءا من اختياره لمندوبي المجلس التأسيسي في صائفة 1962 وصولا إلى تفرده في التحضير للمؤتمر الأول للحزب في سنة 1964. وفي المقابل كان بن بلة يجد في تعاظم قوة الجيش تحت إمرة بومدين تهديدا لنفوذه. سي بن بلة بصفته رئيس الجمهورية المنتخب من طرف جبهة التحرير وبتأييد من الجيش، يعني حب يكون قوة سياسية، قاعدة سياسية له، مش يستند دائما على الجيش. رحنا لبن بلة مع عيت أحمد، حكى قال كان بوتفليقة هذاك الوقت وزير الخارجية، قالنا راه في كوناكري غير يجي نحيه، ما الدغري اللي كان وزير الداخلية نحيته وراني درت في بلاصتو عبد المسيد مزيان بارانتيريم، وبومدين راهو في روسيا، يبقى الاخر غير لما حبش يروح هو ثاني. وكان في كل مرة بن بلة لما يبعد شخص يتولى بن بلة مسؤوليته، أصبح هو رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الخارجية ووزير الشباب ووزير كل الوزارات تقريبا، أصبح هو مسؤولا. عندها قرر بومدين أن يتحرك.
أيها الشعب الجزائري الأبي، لم يكن صمتك خوفا أو خضوعا للاستبداد كما كان يظن الطاغية الذي عزل اليوم عن الحكم، فقد اعتقد أنك استسلمت لنوم عميق، ولكن الأحداث قد برهنت له على عكس ذلك، وعلمته أن ثأرك من الذين تحبهم لا بد أن يكون في مستوى ثقتك بهم وإخلاصك وتأييدك لهم قبل أن ينحرفوا عن الطريق السوي أو يخونوا الأمانة التي وضعتها بين أيديهم. جماعة بن بلا يقولوا باللي بومدين خاين. أنا بالنسبة لي ما شفت فيه الخيانة، فيه غلطة، فيه كل شيء تنجمته، بس باش تقول خاين مش خاين، باش الآخرين بومدين يقول باللي بن بلا كان خاين والله كذلك ما تدخلش بالي خلاص. يقال أن بومدين كان يخشى أن الشعب يخرج بمئات الآلاف إلى الشارع للدفاع عن بن بلا، لكن هذا لم يقع. ربما الوحيدين الذين حاولوا أن يتخذوا مواقف ضد بومدين هم جماعة اليسار الماركسي، جماعة كثيرة من اليسار، منهم بعض الشيوعيين، منهم عبد الحميد بن زين الله يرحمه، ومجموعة كلها كانت يعني تقاوم ظاهرة هذه الانقلابات على السلطة. Une partie des militants communistes s'allie avec ce qu'on considère comme la gauche du FLN, avec en particulier des figures comme Mohamed Harbi, comme Hussein Zahwan par exemple, pour former l'ORP, l'organisation de la résistance populaire, dont l'objectif est l'opposition au coup d'État, la contestation de la prise du pouvoir par Boumediene. فالانقلاب شكل حركة مقاومة شعبية، وكنا أعضاء تلك المقاومة الشعبية، وكنا أعضاء، وكنا يعني دائما وابدا يعني واقفين بالمرصاد. البيت نتاع السفارة، مقر السفارة يطل على العمارة نتاع التلفزة الجزائرية. طلينا نلقاو العمارة دايرة بالعسكر. فهمت شنو ليش وقع؟ قالوا وقع انقلاب. قلنا انقلاب هذايا باش تولي عنده مظاهر في الشارع، شيء ما وقع حتى شيء. امور نتاع تعدات شويه هكا، بعض اطفال هبطوا نتاع مدارس في الشارع يعيطوا ويصفوا على بن بلا، ولكن هكا هو حتى شيء، كاني مسألة صفحه وتطوات. أيها الشعب الكريم، لقد تألف مجلس للثورة، وقد اتخذ هذا المجلس لضمان النظام وحماية الأمن والسهر على سير المؤسسات القائمة والمرافق العامة. Évidemment, c'est arrivé comme une grande surprise en 1965 quand Boumediene a fait un coup d'État et qu'il a éliminé Ben Bella. Parce que pendant les 3 années précédentes, on ne parlait jamais de Boumediene sans parler de Ben Bella. أذكر مثلا أننا عندما زرنا الاتحاد السوفيتي لأول مرة في ديسمبر 65، أي 6 أشهر بعد وصوله إلى الحكم، فلاحظنا أن الاستقبال كان فاترا في البداية، وعندما بدأت المحادثات ألقى الرئيس بومدين أو ارتجل كلمة رائعة لخص فيها تاريخ الجزائر، وأن هذا الشعب غيور على استقلاله وسيادته، ويقبل الصداقة مع من يريد صداقته، ولكن لا يقبل العمالة. الحاجات اللي قالهم لي بوتفليقة وزاد عاودهم لي بومدين، يقول لي المآخذ ضد بن بلا هو كونه يعني إنسان رمى روحه في يد المصريين إلى درجة كونه ولاو يتداخلون في شؤوننا ويحبوا يمارسوا معنا تدخلات ويضغطوا علينا، واحنا الكلام كان هذا يعجبنا كيف نسمعوه. احنا ما نقولش نغيروا من المصريين، لكن اذا كان ثم توطيد علاقات مع دولة عربية الأولى تكون مع تونس. الإخوان في مصر نتيجة لمعلومات دائما مضللة أنه رئيس بن بلا إنسان عروبي، ولكن بومدين إنسان مش عروبي.
من هنا كان في البداية أخذوا موقف يعني غير متجاوب مع ما حدث في الجزائر. كان هناك تقليد بعد سنة 66 أن يلتقي عبد الناصر بالمبعوثين المصريين قبل خروجهم إلى الخارج، وأنا كنت في هذه الفترة أحد المسؤولين عن إعداد هذا البرنامج، فحضرت هذا اللقاء. فمن ضمن الحوارات أو ضمن الحديث سئل عن العلاقة بالجزائر. قال عبد الناصر ما يلي: قال علاقتنا بالجزائر، أنتم تعلموا علاقتنا بالجزائر ومدى قوة هذه العلاقة، لكن عندما حدث انقلاب يونيو 65 أنه هو أرسل المشير عامر على أساس أنه يضمن عدم إعداد بن بلة. فدي فسرت على أنها تدخل في الشؤون الداخلية في الجزائر. وربما ضعف من هذا ما قال كتبه هيكل، ثم زاد يعني إخواننا في مصر داروا حاجة بحسن نية طبعا، طلبوا أنه ياخذوا معهم بن بلة لكي يكون في القاهرة. وطبعا هنا قلنا لهم بن بلة رئيس الجزائر ويبقى في الجزائر لأنه موظف جزائري عزل بقرار جزائري. وسيعمل مجلس الثورة على تحقيق الشروط اللازمة لإقامة دولة ديمقراطية وجدية تسيرها قوانين تحترم الأخلاق والمثل العليا، وبمعنى آخر دولة لا تزول بزوال الحكومات والأفراد. In my mind, Boumediene was a revolutionary, that's sure. I think it has to be considered as a very, very serious man that intended to really create a new Algeria. بومدين يقول أن الثورة لابد أن يكون لها 3 ارتكازات. المرتكز الأول والذي بشره منذ المخطط الثلاثي ثم مخططات عديدة هي الثورة الصناعية، ثم ألحقها بالثورة الزراعية بدءا من 1971. بعد الثورة الزراعية كان لابد أن يباشر الثورة الثقافية. The first revolution, on this one I have followed very well because I was teaching courses about this subject in the university in Algiers at the time. He considered that you cannot develop a country and make a country really independent if he has no a strong industrial basis. That's true. And I think he was absolutely right on that point. كانت الجزائر آنذاك ورشة واسعة كلها ورشات. معدل الاستثمار في الاقتصاد كان 40% من الإنتاج الخام. But I would have preferred that they give more place at that time on the very small industries too, because the social network would have been much more efficient, much richer, and probably they would have upgraded their skills. كان من الصعب السياسيين أن النظام السياسي أو الحكام آنذاك يقولون إلى بعض المقاولين الجزائريين اللي كانوا يتحاسبوا على أصبع اليد: يا جماعة تفضلوا وانطلقوا في بناء اقتصاد رأسمالي ليبرالي حر. لماذا؟ لأن كان الانطلاق من عدم. I am not negative because if they did not do that, the country would have never be really independent. تسارعت أحداث التاريخ في تلك الفترة وتداخل القومي بالمحلي، ولم يكن التحدي الداخلي حائلا دون انخراط الجزائر في القضايا العربية، فقد وضعت كامل إمكاناتها على ذمة القيادة المصرية سنة 1967. كنت في مكتبه عندما كلمه الرئيس عبد الناصر عندما أعلن استقالته، وقال للرئيس بومدين أن الجماهير غير قابلة لهذه الاستقالة، وسمعنا في التليفون صراخ الجماهير،
فأجاب بومدين إن عودتك للحكم لا يمكن إلا أن تكون مرافقة باستمرار المقاومة. واكتشف الرئيس عبد الناصر يعني كنه رئيس بومدين ومدى قوة إيمانه بالعروبة ومدى النظرة أو استراتيجية النظرة نتاعه ومدى قوته وإصراره على دعم الطرف العربي. هناك تكونت صداقة استراتيجية أعتقد أنها كانت من أهم الصداقات الموجودة في العالم العربي. الأمهات الجزائريات اللي كانوا يزغرتوا على أبنائهم لما يخرجوا على كل حال الحرب ويخرجوا بصدور عارية، هؤلاء الأمهات حتى وإن كان ما زالوا ما مسحوش كل الدموع نتاعهم، هؤلاء الأمهات راهم اليوم مستعدات باش يزغرتوا عليكم شهداء ويزغرتوا عليكم منتصرين. نطلب منكم إما أن تستشهدوا في المعركة. الموقف الرسمي للجزائر والذي صرح به هواري بومدين هو أن الجزائر ترفض الهزيمة وترفض الحلول التي تأتي من تلك الهزيمة. يحتم علينا التاريخ كخونة، يحتم علينا التاريخ كمنهزمين، يحتم علينا التاريخ بأننا قصرنا في الواجب نتاعنا إذا كان قابلنا هذه الهزيمة. هذا موقف شخصي أولا تخصص به هواري بومدين، ولكن شاطره في هذا المجال أغلبية الضباط الذين كانوا بجانبه. شكل هذا التعاطي انتصارا خارجيا لبومدين، غير أنه لم ينجح في تهدئة الساحة الداخلية، وجاء التحدي هذه المرة من رجل بومدين القوي رفيق الأمس وأحد مهندسي ما سمي بالتصحيح الثوري، وهو رئيس الأركان الطاهر الزبيري. لم تكن معركتنا الحقيقية ضد بومدين بقدر ما كانت ضد الضباط الفارين من الجيش الفرنسي الذين شكلوا نواة صلبة داخل الجيش، وأصبح نفوذهم يزداد من سنة إلى أخرى على حساب قدماء جيش التحرير والضباط المتخرجين من المدارس العسكرية بالشرق بسبب اعتماد بومدين عليهم. N'oublions jamais que Boumediene voulait toujours un État fort, était partisan d'un État fort. Alors, que ce soit la dissidence de Tahar Zbiri, que ce soit même la façon dont il a traité Ben Bella, qui était quand même un homme qui avait son prestige, c'était très dur. Hein, il faisait pas de cadeaux, ça il faut le reconnaître. N'oublions pas d'autres chefs de la révolution qui ont été éliminés, comme Khider, comme Krim, Qassam, et tous ces gens ont été éliminés. Certains ont été éliminés physiquement. Alors je ne dis pas que Boumediene lui-même, mais c'est quand même lui qui était le patron. في ما يسمى الجرائم السياسية أو تصفية المعارضين، أظن ما ينسب لبومدين مبالغ فيه. شكون اللي قتل خيثر؟ شكون اللي قتل كريم بقاسم؟ هذه هي الاغتيال السياسي. شيء واضح. كريم بالقاسم رحمه الله كان واحدا من كبار القادة الجزائريين، لكن كان عنده حسابات مع آخرين. ما ننساوش أنه كريم بالقاسم هو اللي قام بقتل بناي والي وواحد من أنصار نصار الحاج في منطقة القبائل. كثيرون ما يكتبون هنا في الجزائر على عبان رمضان. عبان رمضان ليس له علاقة ببومدين. ما كان عبان ليموت لو لم يقتله كريم بالقاسم، ولكن في الحقيقة كنا عملنا مع بن طوبال قبل موته، كان اتفاق بين كريم بن طوبال الباءات الثلاثة. إذن هناك قضايا دم موجودة بينه وبين آخرين. لا أتهم أحدا، ولكنني أقول أن من يتهمنا بومدين عليهم أن يقدموا الدليل. ماهوش كي نقولوا هذا بومدين ماهوش وطني ولا ما يحبش وطنه ولكن هذا هو
هذا هو بومدين. لم يكن ملف الاغتيالات السياسية في عهد بومدين ملفا داخليا صرفا، بل لعب العامل الخارجي فيه دورا ملحوظا. فمواقف بومدين خلال حرب 1967 أطلقت سفارات الإنذار في إسرائيل وفق ما نقله الكاتب الإسرائيلي مايكل لاسيكار استنادا إلى وثائق من الأرشيف الإسرائيلي. ففي برقية صادرة من سفارة إسرائيل ببون في ألمانيا وموجهة إلى الخارجية الإسرائيلية بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1967 ومصنفة سري للغاية، جاء أنه في أعقاب عام 1967 وفي ضوء دعوة بومدين القوية لحل عسكري لقضية فلسطين، أخذت إسرائيل في متابعة ورصد جماعات المعارضة التي تحاول الإطاحة بحكم بومدين. وفي برقية سرية أخرى صادرة من باريس في 21 من ديسمبر سنة 1967 وموجهة إلى الخارجية الإسرائيلية ورد: أذن الموساد لأرييل ليفين من سفارة إسرائيل في باريس بعقد سلسلة من الاجتماعات عبر قناة خلفية مع الحركة الديمقراطية للتجديد في الجزائر وبمساعدة من كورت إدمون، وهو يهودي فرنسي حافظ على روابط خاصة مع الاستخبارات الفرنسية وكان مقربا من هذه الحركة. وبتاريخ 9 سبتمبر من سنة 1969 وردت برقية سرية صادرة من شخص يدعى ليفين بباريس إلى الخارجية الإسرائيلية، جاء فيها: في عام 1969 أراد كورت أن يقدم إلى الإسرائيليين شخصا يدعى مراد لم يقع الكشف عن اسمه الكامل. عمل خلال الثورة تحت إمرة كريم بالقاسم في الحكومة المؤقتة، وهو الآن يعمل على زعزعة النظام الجزائري، وقد كان مراد يرغب في الحصول على أسلحة ومتفجرات من إسرائيل. لئن لم يرد في محاكمة كريم بالقاسم من طرف السلطات الجزائرية في وهران بتاريخ 24 من مارس سنة 1969 أي إشارة إلى علاقة إسرائيل بالمعارضة الجزائرية، فقد بدت هذه السلطات متأكدة من ضلوع CIA بناء على معلومات دقيقة. ففي برقية سرية من السفارة الأمريكية في الجزائر وموجهة إلى الخارجية الأمريكية بتاريخ 14 من أبريل 1969 جاء أن الحكومة الجزائرية لا يساورها أي شك في صحة هذه الاتصالات من قبل مجموعة معارضة مع وكالة المخابرات المركزية ومع غيرها من الأمريكان، خاصة وقد كانت مدعمة بتفاصيل الزمان والمكان. شهدت الجزائر خلال فترة حكم بومدين محاكمات سياسية شملت رموزا من عهد الثورة ورفاق سلاح ربما اختلفوا معه، وقد تعددت الروايات حول أسباب هذه المحاكمات. في الشارع جبدوا لي باللي فيه محاولة باش تقتل بومدين، قلت له ما كاش منها، أنا نسب بومدين نهدر ما ناخذش احتياطاتي خطرات نهدر، بصح عمري ما خممت باش نكتب بومدين. جابوا لي الملف لأن كان واحد مع كريم يخبرهم، قال لي لحقت نتايا الموقع هذاك شربت قهوة شوية من بعد لحق كريم شرب كوكاكولا وجريدة لوموند في يدو، أنا كنت نسيتها. بصح أنا لما مشيت من المكان هذا كان قلت لي 200 متر ردني ما نعرفش، ما كنتش نعرف باريس. جابوها لي بالتفصيل. القهوة هذيك 10 سنين. أنا حكيت لك واش حكيت لك كريم، قلت له حكيت له كلش، الشيء اللي نعرفه على الكوديتا حكيته. واش حكى لك هو؟ حكى لي على الحزب تاعو هذه 10 سنين، وأنت الزبيري 20 سنة، دونك 30 سنة. الظروف اللي كانت سائدة بين الشرق والغرب كانت جعلت الاهتمام بالتحرر الوطني أكثر من التحرر الفردي في الدول التي كانت مستعمرة، على الأقل من وجهة نظر الحكام.
وعلى هذا ركزت الدول حديثة الاستقلال على التحرر الاقتصادي وإعطاء فرصة للمواطن حتى يصبح قادر على التفكير السياسي. ولذا ما لقاتش صدى كبير حركة ما يسمى الآن حقوق الإنسان معناها. لا، مرحلة بومدين لم تكن جنة لحرية التعبير، هذا صحيح. لكن لما نعود إلى 1965 ونجد أنفسنا أمام دولة فيها 90% من الأميين، 90% من الجيعانين، 90% من السكان الأرياف الذين نزلوا إلى المدن، مئات الآلاف من أبناء الشهداء وأرامل الشهداء بدون مأوى، مئات الآلاف من معطوبي الحرب، 1.5 مليون شهيد بكل ما تركوه من تضحيات من مشاكل وغير ذلك. لما تجد نفسك في هذا الوضع وتجد أنك تحكم هذا البلد، وإلى جانب ذلك هناك أناس يعارضون، وهناك أناس يطالبون بالديمقراطية، وأناس يطالبون بحرية التعبير وبالتعددية الحزبية إلى آخره، فماذا تفعل؟ بومدين الأمور اللي يتهموه بالديكتاتورية ويتهموه بأمور اجتماعية حقيقة، وحتى احنا انضرينا منها في بعض الوقت ولكن بالبعد هكذا يظهر الإنسان باللي بومدين كان مخلصا مع الثورة، وكان في بعض الأحيان مخلص حتى مع نحن يعترف لنا، ولكن الضرورية تاع الشروط والظروف تاع الصراع تخليه مثلا يبعدنا.